احكي لكم حوار دلوقتي داير. ايه قولي. لا ما مش انت هتعملي فيديو. كنا بنتكلم على حد بيقول واحده بتقول لواحده يعني انت ازاي منقاره قوي كده، انت ازاي تعبانه قوي كده، المفروض تعملي موف اون. ده بيتعمل، فبسال يعني ازاي بيتعمل موف اون، بتهكم يعني كده. فجينا دلوقتي نتكلم في حوار، وراحت قايله تانية بتقول لها انت ايه المشكله، خايفه، هي خايفه من الالم او خايفه من الارتباط او فالتانية بتسألها طب ما انت خايفه ليه؟ ما انت اللي بتقولي انا بعملي موف اون كده. ردت الرد اللي احنا فاكرين الناس العقلانيه كلهم كده. ردت قالت ايه؟ مين قال لكم انا كنت كدابه؟ انا اصلا بخاف ادخل في علاقه، انا ما اعرفش هعمل ايه بعد العلاقه، انا ممكن اموت لو العلاقه ما اتعملتش. ودي من هنا بقول لكم بغض النظر عن الذره ان مفيش حد عقلاني، في حد بيوهم نفسه انه صاحب منطق فيرفض بالعقل عشان هو عنده شعور ومشاعر اكتر من الجعجاع اللي بيتكلم ده بيقدر يعبر عن مشاعره، انا متألم، انا خايف، انا كذا. الناس اللي بتقول انها عقلانية او بتفكر بالمنطق ده بيداري جواه شعور تاني خالص اضعف من اللي بيقول عنده مشاعر، هو من جوه عامل زي البسكوتايه زي ما بيقولوا، فبيقنع نفسه بافكار تخليه طول الوقت حامي نفسه. كان معاكم دينا.